طبعا يا جماعة، وصفات آخر الشهر لازم تكون اقتصادية وعلى قد الإيد. أنا جبت لكم النهاردة شوية وصفات جميلة جدا جدا هتنفعكم يا جماعة، خصوصا الأيام دي احنا داخلين على عيد الأضحى وعايزين نوفر علشان لما يجي العيد يعني نعمل الوصفات بتاعتنا الجميلة. النهاردة هقدم لكم وصفات كلها اقتصادية، كل مكوناتها من البيت، بس ما تنسوش اللايك والشير لكل أصحابكم. انا مش هخليكوا تاني يضحك عليكم في المطاعم وتروحوا تدفعوا في الطواجن الخطيرة دي مبلغ وقدره. لا، احنا هنعمله في البيت، والخمس طواجن دول اللي مليانين لحمة زي ما حضرتك شايفة كده، والوش بتاع الطاجن كله لحمة، بربع كيلو لحمة. ايوه، الطواجن دي كلها معمولة بربع كيلو لحمة. يلا بقى نشوف الطريقة ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا 3 بصلات صغيرين، ما عندكيش صغير هاتي واحدة كبيرة وخلاص. معايا قرنين فلفل احمر، معايا قرنين فلفل اخضر، والاتنين باردين على فكرة يا بنات، مش حارين خالص. عايزة تعمليهم حار براحتك. انا معايا بتنجانية رومي، بتنجانة رومي كده غسلتها كويس وهشقها من تحت 3 شقوق او شقين، اتنين واحد بالعرض وواحد بالطول زي ما حضرتكم شايفين كده في الفيديو بالظبط. هجيب صينية وابطنها بالورق الالومنيوم، ولازم يكون لطرفها كده عالي شوية، هنغطي بيها من تحت ومن فوق كل الخضار ده وهنشويه في الفرن. ودي احسن طريقة ان انت تشوي بيها الفرن علشان خاطر الحاجة تطلع معاكي سهلة وسريعة. تمام، حطينا كل الحاجات الجميلة دي في الفرن. نيجي بقى للخطوة التانية. عملنا ايه معايا؟ بطاطسيتين كبار تقريبا يا بنات كده نص كيلو. خلاص هنقطعهم زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنغمرهم بالمية في حلة على النار، وهيقعدوا تقريبا في السوا 10 دقايق بالظبط. هنعلي النار عليهم وبعد كده هنهدي النار تماما لغاية لما البطاطس تدخل في مرحلة السوا. كده انا نشلتها من على النار وسبتها كده في طبق، وهشتغل فيها على طول مش هسيبها تبرد. زي ما قلت لكم قبل كده، لما نحتاج ان احنا ندخل البطاطس في اي حاجة لازم نستخدمها وهي الاول سخنة، علشان خاطر نعرف نشكلها، نعرف نشتغل بيها، نعرف نحط عليها بهارات. وبعد كده عايزة تسيبيها تبرد براحتك، سيبيها تبرد. تمام، مش كل الوصفات اللي بتحتاج الكلام ده. وما تنسوش يا بنات بقى في اول الفيديو كده، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك جميل كده زيكم علشان الوصفة توصل لأكبر عدد ممكن. أنا جبت قطعة من الزبدة تقريبا كده 20 جرام، ويمكن كمان يعني 25. اعتبريها نص معلقة زبدة. مش عايزة تستخدمي الزبدة استخدمي السمنة البلدي عادي، مفيش أي مشكلة، بس البطاطس المهروسة بتحب الزبدة جدا خصوصا في الطواجن. هنقلبها كويس زي ما حضرتك شايفة كده، وبعد كده هنضيف عليها فلفل اسود وملح فقط، مش اكتر ولا اقل. مش هنكتر التتبيلات علشان خاطر احنا مش هنستخدمها، يعني لسه في اضافات تانية. تمام، هنركنها كده على جنب، وهنيجي بقى للمكونات التانية. كده الخضار اتشوى على فكرة، ما كملش يا بنات 10 دقايق في الفرن، وزي ما حضراتكم شايفين ملسوع مني كمان. يعني طريقة سهلة وسريعة، لا تحطيه على النار ولا تسيبيه في الفرن كده مع نفسه، لا غطيه بالألمونيوم وهيستوي في لحظة. طبعا احنا غاسلين كل الخضار قبل ما نستخدمه. هنعمل ايه؟ هنجيب الخضار اللي اتشوى ده وهنقطعه كده زي ما انت شايفة. لو عرفتي تشيلي القشرة بتاعة الفلفل شيليها، معرفتيش مش هتأثر خالص في الوصفة بتاعتنا النهاردة. تمام، ما تنسوش بقى يا بنات، انا عايزاكم تصلوا على رسول الله في التعليقات كتيرة جدا جدا جدا. معايا البصل كمان، اي حتة كده فيها لون مش عاطفي، لونها اسمر شوية هنشيلها. البتنجانة بقى هي كده مش هتتقشر دلوقتي، هسيبها شوية لانها سخنة جدا مش قادرة اشيلها. فلغاية لما اقشر الخضار هتبقى القشرة بتاعتها خرجت كده منها لوحدها. تمام، وهنجيب الكبة يعني أول لما نقشر الحاجة هنسيبها في الكبة على طول، هننزل بيها في الكبة علشان تتقطع. تمام، وهتشوفوا بقى احنا هنعمل ايه بعد كده. جبت كده البتنجان زي ما حضرتك شايفة من جوه أبيض مش اسود خالص زي ما بنعمله على البوتاجاز أو لما بنسيبه في الفرن كده في الصينية لوحده. تمام، شايفين قلبه ابيض ازاي، جميل جدا. وعلى فكرة طري جدا جدا، مش ما تقولوش بقى مش هيستوي، لا هيستوي وهيبقى جميل خالص. ما تخافوش يا بنات، الفرن حلو جدا وخصوصا لما بتعمليه على الورق الألمونيوم. تمام، الخضار المشوي ده كله ليه؟ تعالوا اقول لكم، هنفرمه فرمه كده حلوه. لو عايزين تضيفوا كمان فص توم هيبقى حلو خالص، بس انا ما بفضلوش في الوصفه دي، نعمله في وصفات تانية كتير ان شاء الله جايه. انا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه وعليها نسبه دهون مش كتيره قوي يا بنات. تمام، هي فيها لحمه اكتر من الدهون.
خلاص هننزل بيها على كل الحاجات اللي احنا فرمناها، الخضار المشوي اللي احنا فرمناه هننزل كله على اللحمة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهننزل بقى بباقي التتبيلة، معايا فلفل احمر او بابريكا، معايا فلفل اسود، معايا ملح، بس مش اكتر من كده. دي كل التتبيلة. هننزل بمعلقتين من البقسماط، او لو عندك عيش فينو افرميه في الكبة لو العيش ده يا بنات ناشف شوية. تمام. انا نزلت بمعلقه من السمنه البلدي، ودي كل الدهون اللي انا هستخدمها. وصفه صحيه مليون في الميه، ما تخافيش ابدا ابدا منها. يعني الوصفه تنفع لكل الفئات، الكبير والصغير، ما تخافوش. ما فيهاش دهون خالص كتيره، هي معلقه الزبده صغيره جدا مش كتير، وكمان معلقه السمنه برضو مش كتيره. ما فيهاش تحمير، ما فيهاش زيوت، ما فيهاش اي خوف خالص، وسهله وسريعه ومش هتاخد في ايدك اي وقت. كل المكونات كلها ممكن تخلصيها تقريبا في ربع ساعة، مش اكتر من كده يا بنات. وتعملي حاجة ومعاها الحاجة التانية. هنكورها زي ما حضرتك شايفة كده، هنعملها كور صغيرة او متوسطة. شايفين بقى المكونات اللي احنا ضفناها ضاعفة حجم اللحمة المفرومة ازاي؟ والله يا بنات دي طريقة المطاعم. هندخلها بقى على الفريزر بعد لما نكور كل الكمية بتاعة اللحمة المفرومة. هنسيبها في الفريزر لغاية لما نشوف الخطوة اللي بعد كده. انا معايا طاسة على النار، عليها تقريبا معلقة زيت ومعلقة سمنة بلدي. يعني عايزة تستخدمي زيت بس لوحده تمام، سمنة بلدي بس لوحده تمام. انتوا عارفين ان انا بحب اخلط الزيت مع السمنة. هننزل بقى ببصلاية متقطعة، اي قطعة انت عايزاها، جوليان متقطعة شرايح، قطع صغيرة، اي حاجة براحتك. هننزل عليها بشوية ملح، يعني ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، يتبلوا كده مع بعض على النار. الفلفل الاسود هياخد من طعم البصل والملح كمان. هننزل بمعلقة هريسة شطة. طيب ما عندكيش هريسة شطة، ايه البديل بتاعها؟ عندك بابريكا، عندك فلفل احمر، اي حاجة من الفلفل الاحمر اشتغلي بيها، ما تعطليش نفسك. هريسة الشطة دي عندي طول السنة، انا ما بستغناش عنها يا بنات، وان شاء الله هعمل لكم حلقة كاملة عليها بأمر الله. احنا في موسم الفلفل دلوقتي. نزلت عليها تقريبا بكوباية ونص من الطماطم المفرومة، منزوعة البذر والقشر. انا مش عايزة بذر وقشر في الموضوع علشان ده هيبقى وش الطاجن بتاعنا. تمام. هنسيبها كده على النار لغاية لما تسبك شوية زي ما انت شايفة كده. وكده تمام، استوت وبقت عظمة عظمة عظمة. جميل جدا. طيب نيجي بقى لاخر مرحله اللي هي بتاعه توزيع الطواجن. شايفين الطواجن عامله ازاي؟ يا دوب الطاجن يكفي واحد بالظبط، يعني يشبع كمان ما شاء الله. طاجن متوسط حلو جدا ومناسب جدا لاي حاجه. ده اللي بيتقدم لك في المطاعم، ويمكن اكبر كمان. يعني انا بتهيألي الطاجن ده اكبر من اللي بيقدموه في المطاعم. هنوزع البطاطس على الطواجن كلها كده بالتساوي زي ما حضرتك شايفة. وبعد كده بقى نيجي على الخطوة اللي بعد كده، هتشوفوا العظمة والجمال. انا بتمنى منكم يا بنات ان انتوا تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا، خصوصا لما يكون عندك عزومة، لما يكون مثلا انت محتارة تعملي ايه في الاكل، حاجة كده تغيير، كل واحد الطاجن بتاعه. وكل سنة وانتم طيبين. هنسوي البطاطس زي ما انت شايفة كده في الطاجن، بحيث لما ننزل بالكفتة او اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها، هتبقى كده ايه شكلها وطعمها خطير. اللي عايز بقى ياكل بالرز، عايز ياكل بالعيش، انت وراحتك زي ما انت عايزة. شايفين الجمال والعظمة؟ حلو قوي. الكلام ده خطير يا بنات، خطير خطير فعلا. يعني شايفين اللحمة المفرومة او الكفتة كانت في الفريزر، شايفين مطلعة كده دخانة او بخار من الفريزر. حلو جدا. انا حطيت في كل واحدة 4 قطع من اللحمة المفرومة او الكفتة زي ما حضرتك شايفة كده، شكلها خطير وطعمها كان تحفة تحفة تحفة. انا لقيت كده في 2 زايدين، حطيت في الطواجن الكبيرة كل واحد واحدة، يعني في 2 فيهم 5 قطع، وفي 3 4 قطع. حلوة قوي قوي قوي. لو انتي قدمتيه مثلا على السفرة الولاد هيتجننوا عليه حقيقي. جميل جدا وموفر. وغير كده وكده تغيير طعم، يعني حاجة كده تحفة زي ما بيتقدم في المطاعم بالظبط. بتلاقي كده طواجن كتيرة ومش عارفة بتتكون من ايه، تلاقي بطاطس، تلاقي لحمة، بس التكوينة ايه هي؟ عندي انا. دي التسبيكة اللي احنا سبكناها. هننزل كده على كل طاجن بمعلقة من التسبيكة. اولا هتدي الكفتة طعم خطير خطير خطير. انا مش عايزة اقول لكم والله طعمها تحفة. يعني مش هتستغنوا عن الطريقة دي مرتين أو 3 على الأقل في الشهر.
انا بقول لكم اهو، وبعدين موفره كل حاجه بربع كيلو لحمه، محدش يصدق الكلام ده، ما تقولوش لحد الكلام ده. الطواجن الخمسه دول يا بنات معمولين بربع كيلو لحمه فقط، والله ربع كيلو لحمه فقط. الاضافات كمان خليتها زي ما يكون، هقول لكم ايه، كيلو الا ربع لحمه. شايفين العظمه دي يا بنات؟ هندخلها الفرن على درجه حراره 200، هتقعد بقى لغايه لما اللحمه المفرومه او الكفته تستوي، بعد كده على الشوايه. تعالوا بقى النهاردة نعمل وجبة خفيفة جدا تنفع للفطار وللعشاء والغدا كمان، تبقى وجبة أساسية حلوة قوي وهترضي جميع الأغراض، وفيها كل المكونات اللي هترضينا وكمان هتشبعنا. هنعملها بكل سهولة وفي 10 دقايق إن شاء الله هتكون متحضرة معاكي. تعالي بقى نبتدي كده ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا حاطه كده كل المكونات على صينيه واحده عشان تكونوا شايفينها، وتكون كده ايه تحت نظري على طول. انا معايا 3 حبات من البصل صغيرين، لو عندك واحده كبيره مفيش اي مشكله هتأدي للغرض. معايا بطاطسايه، معايا 4 حبات من الطماطم، معايا 4 قرون فلفل، 2 احمر واتنين اخضر، ومعايا بتنجانيتين يعني 2 حبتين من البتنجان. الرومي يا بنات الكبير يعني تقريبا كده نص كيلو الاتنين. تمام. معايا 4 فصوص من التوم. هنجيب طبق وهنقطع فيه البصل زي ما حضرتك شفتي كده، وبعد كده هنفرم معاه التوم، يعني البصل والتوم مع بعض في طبق. طيب هنيجي بقى للبطاطس، هنقطعها او هنخرطها زي ما بنقول كده مكعبات صغيرة. عايزة تعمليها طويلة مفيش أي مشكلة، بس انت اعمليها زي ما أنا بعملها كده، هي الوصفة عايزة المكعبات دي، وهتشوفوا في آخر الفيديو هيعجبكم جدا جدا. وهتعتمدوا الطريقة دي لو انتوا مش عايزين تقفوا في المطبخ، أو عايزين تعملوا مثلا فطار يوم الجمعة اللي انتوا كلكم بتحبوه، طبعا يوم الأجازة وكلكم بتتجمعوا فيه على الفطار. عايزة تعمليه مثلا في يوم انت تكوني تعبانة أو في حر مش عايزة تقف في المطبخ كتير. وكمان تنفع وجبة سريعة كده سهلة لو في يوم انتي هتسلكيها مش هتطبخي لا فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة. هنقطع كده البتنجان والبطاطس قد بعض، الاتنين قد بعض. هننزل عليهم بمعلقة ملح كبيرة، وبعد كده هنغمرهم بالمية. وكمان هحط عليهم طبق من فوق علشان خاطر المادة اللي بتبقى سودة في البتنجان والبطاطس تنزل كده ايه في المية، هتشوفوها دلوقتي معايا. تمام. هنركن كده البتنجان والبطاطس على جنب يا بنات، وبعد كده هنقطع الفلفل قطع صغيرة. عايزة تعمليها طرنشات مفيش اي مشكلة، بس احنا عايزين كده الاكلة تبقى ايه خفيفة لطيفة، تيجي كده تغمسيها تلاقي كده الموضوع سلس معاكي، ما يبقاش فيه قطع كبيرة قطع صغيرة حاجات كده غريبة. احنا عايزين كده الموضوع يبقى ايه سلس وماشي معانا كده ايه واحدة واحدة. قبل اي حاجة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، ويا ريت بقى يا بنات تفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. هنجيب بقى الفلفل كده قطعناه زي ما حضراتكم شايفين. خلاص جبنا الطماطم انا مش هفرمها في الخلاط، انا بس هبشرها علشان اشيل القشره منها. انا عايزه بس البشر بتاع الطماطم كده حاجه كده بسيطه. عايزه تقطعيها قطع صغيره زي الفلفل كده بالسكينه برضو براحتك مفيش اي مشكله، بس انا هقولك بقى واحنا بنشتغل كده انا بشرتها ليه. تمام. احنا كده جمعنا كل المكونات. عايزه اوريكم بس البتنجان كده ما كملش 5 دقايق نزل كل المواد اللي بتسحب منك الزيت. تمام. وكمان البتنجان اول هام علشان ما يشربش زيت لازم تقشر البتنجان كله ما يكونش فيه القشر السوداء. تاني هام لازم تنقعيه في ميه وملح. تمام. تمام. وكمان تصفيه، لازم تصفيه. اظن انتوا شفتوا الميه بتاعه البتنجان والبطاطس عامله ازاي، وانا كمان كنت غسلاهم غسله كويسه جدا. هنجيب بقى طاسة فيها شوية زيت مش كتير يا بنات ما تكتروش. تمام. هنفضل نحمر في البطاطس والبتنجان زي ما انتم شايفين كده. الوجبة اللي انا بعملها دي يا بنات هتكفي 3 افراد. لو انت عايزة تزوديها يعني تبقى مثلا 4 حبات من البتنجان او كيلو من البتنجان، كيلو من البطاطس، زي ما انت عايزة براحتك. اللي انت عايزة تزوديه زوديه، بس انا بقولك ان دي كانت ل3 افراد بس، يعني طاسة كده على قدنا 3 فقط. تمام. خليكوا بقى معايا. البتنجان طبعا انتوا عارفين ان هو بيستوي قبل البطاطس، خصوصا البطاطس اليومين دول يعني فيها كمية نشويات خطيرة رهيبة، فبتقعد بقى ايه يعني حبة حلوين كده في الزيت. فاحنا مش عايزين نغيب على البتنجان علشان خاطر ما يسمرش، انا مش عايزاه يسمر خالص ولا ياخد لون زيادة.
تمام. هنفضل نقلب كده في البتنجان، اول لما نلاقي اللون بتاعه اتغير هنقلبه على الناحية التانية، ما نسيبهوش خالص، اصله مش كتير يا بنات علشان خاطر نحمر البتنجان لوحده والبطاطس لوحدها، ملهاش اي لزوم، هنعملهم كلهم مع بعض. بتمنى منكم يا بنات انتوا لو ما عملتوش لايك انا هزعل جدا جدا، بتمنى منكم تعملوا لي لايك كده كبير وحلو كده زيكم، علشان الوصفة بتاعتي توصل لاكبر عدد ممكن. ويا ريت بقى لو انتوا مشتركتوش في القناة او ما اشتركتوش على الفيس، بتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وعلى الفيس. تمام. هنفضل نقلب كده في البتنجان. خلاص احنا بدأت اشيل بقى البتنجان من الزيت. انا مش مكترة الزيت زي ما انت شايفة، وعلى فكرة البتنجان والبطاطس ما شالوش زيت خالص. تمام. والوصفة سهلة وسريعة، ما تقولوش بقى فيها زيت كتير وما فيهاش زيت كتير. شايفين كمية الزيت اللي في الطاسة؟ انا هكب تقريبا 90% من الزيت ده، انا مش هكبه، انا يعني ايه هنقله مكان تاني. تمام. بعد كده هنجيب بقى البصل، هننزل بالبصل والثوم على شوية الزيت الصغيرين اللي انا سايباهم في الطاسة، يكاد يكون اساسا ما يكملش معلقة، بس البصل والثوم هيشربوا كمية الزيت الحلوة دي. خلاص. ومش هزود زيت تاني خالص علشان البتنجان والبطاطس، يعني انا مش عايزاه يبقى الموضوع اوفر شوية في موضوع الزيت ده يا بنات. هنفضل كده نقلب في البصل والثوم لغاية لما يدبلوا شوية كده ونلاقي لونهم اتغير، هننزل بمعلقة ملح، معلقة فلفل اسود، ونفضل نقلب، وبعد كده ننزل بهريسة شطة او دبس الفلفل. تمام. انتوا بتقولوا عندكم ايه، انا بعمله هنا في البيت، ما بجيبوش من بره، كل حاجة بعملها من البيت. خلاص. انا نزلت بقى بالفلفل اللي احنا قطعناه فوق الكلام الجميل التحفة ده كله. انا عايزاكم بس يا ريت يبقى فيه بس حاجة كده تخليكوا تشموا الريحة عاملة ازاي. تمام. حطينا كده معلقتين من الخل علشان الموضوع يبقى ريحته خطيرة. الطماطم المبشورة انا بشرتها علشان خاطر هي لو كانت قطع يا بنات مش هتعمل الصلصة اللي انا عايزاها او هتعمل اللون اللي انا عايزاه، هتبقى دبلانة كده زيها زي الفلفل والبصل والثوم. لا انا عايزاها تبقى دبلانة كده، لا هي مفرومة ولا هي متقطعة، انتوا طبعا فاهمين قصدي. هنزل بشوية مية كده، قيمة 4 معالق من المية او ربع كوباية من المية على الكلام الحلو ده كله لغاية لما تتسبك ويبقى لونها زي ما انا عايزة. وبعد كده هندوق الطعم بتاعها، لو هي عايزة فلفل او ملح هنضيف عليها. بالمناسبة أنا رشيت رشة كمون على البتنجان والبطاطس علشان بس ما نتوهش من بعض. لو مش حابة الكمون أنا بحط اللي على الكمون بتاعي، طبعا كلكم عارفين البهارات بتاعته الخطيرة. أنا ضفت كمان، لقيت الموضوع دلع شوية، ضفت إيه يعني ربع معلقة ملح صغيرة وربع معلقة فلفل أسود، بس عشان نعادل الطعم، وطبعا ما كترتش، انتوا عارفيني أنا ما بحبش الحاجة الكتيرة. وفي كمان كمون على على البتنجان والبطاطس. نزلت بالبتنجان والبطاطس قلبتهم تقليبة، وبعد كده غطيت عليهم قيمة مثلا دقيقة واحدة مش اكتر على نار هادية، وهنزل ببيضتين. عايزة تضيفي بيض اكتر براحتك زي ما انت عايزة، على حسب عدد اسرتك وعلى حسب الناس اللي هتاكل معاكي. ما شاء الله الطاسة دي اكلوا منها 3 بألف هنا وشفا، وكانت مشبعة جدا جدا. لو انت عايزة تزودي زودي براحتك. هنضيف البيض وهنقلب التقليبة الجميلة بتاعتنا، وبعد كده هنكشف عليها بقى وهتشوفوا الجمال الحلو ده. حاجة كده عظمة عظمة عظمة. يعني بصوا وجبة كاملة متكاملة، اعمليها للغدا. بصراحة أنا كنت عاملاها للغدا بس كانت اختيار ممتاز. يا سلام بقى معاها شوية بصل، شوية جرجير، طبق سلطة، أي حاجة من الحاجات الحلوة بتاعتنا دي. بس بصراحة أحلى حاجة تاكليها بقى مع إيه؟ مع الجرجير. شايفين العظمة شايفين الساندوتش؟ الساندوتش يتحدث عن نفسه. شايفين؟ لازم بقى نغير كده ونفتكس في الأكل عشان نعرف ناكل في الصيف الحر ده يا بنات. مش لازم كل حاجة كل يوم طبيخ طبيخ. النهاردة هنعمل وصفتين أجمل من بعض من الوصفات الاقتصادية بدون لحوم بدون فراخ. هنعمل النهاردة برجر البطاطس، وهنعمل كمان الشيبس الكوينز. بس أنا عايزة أوريكم بس الجمال والعظمة اللي احنا عاملينها النهاردة، حاجة كده فاخر من الآخر. الكبار والصغيرين هيعشقوها.
وصفات سهلة بدون ماكينة بدون أي أدوات، كل حاجة من البيت. وأظن البطاطس موجودة في كل بيت مصري. طبعا لا غنى عن البطاطس، بس لازم ندلعها شوية. هنعملها كده بشوية تركات وحركات. الوصفة التانية بقى هنعمل كوينز الشيبسي. كوينز الشيبسي ده للولاد الصغيرين، حاجة كده عظمة وجميلة جدا ونظيفة، وكمان عمايل البيت مفيش أنضف منها. هتعمليها وتاخديها معاكي في الرحلات، في المصايف، صيف شتاء. هتعجبك جدا وهتعجب الولاد وهيطلبوها منك كل يوم. هتعتمديها بقى كمقبلات على السفرة. هتعمليها سندوتشات للمدرسة. هتعمليها في كل الأوقات. قرمشة مهولة، ملهاش أي مثيل خالص، عمرك ما هتشوفيها تاني غير عندي أنا بس. أنا معايا بقى النهاردة نسمي الأول قبل أي حاجة، نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا كيلو ونص من البطاطس للوصفتين. عايزه تعملي نص كيلو لكل وصفه لوحدها، تمام، مفيش اي مشكله. انا هقولك على الاساسيات، وانتي بقى ايه، عايزه تزودي عايزه تنقصي زي ما انت عايزه. بس وصفتنا سهله جدا ومفيده، وكلها يعني حاجات مغذيه وحاجات مسليه، وهتخلي الولاد يعشقوها. تعالي معايا بقى. قطعنا البطاطس، بس قبل اي حاجه انا قشرتها وغسلتها كويس جدا. قطعتها اي تقطيعه مفيش اي مشكله. حله كبيره هنغمر البطاطس بالميه. لازم تكون الميه مغطيه البطاطس، مش هنضيف عليها اي ملح ولا اي حاجه. وهقولك ليه. انا مش عايزه نسبه الملح تكون كبيره في البطاطس، علشان هنضيف بهارات وهنضيف حاجات هتشوفيها معايا. تابعيني لغايه اخر الفيديو. البطاطس هتفضل على النار ربع ساعه، وبعد كده هننشلها من على النار، او لغايه لما تستوي وتمسكيها تلاقيها اتهرست خالص. انا مش عايزه البطاطس سليمه خالص خالص. تمام. هنفضل نهرس فيها بس لما تكون سخنه. بلاش يا بنات تهرسيها وهي بارده، علشان خاطر ممكن البطاطس دي تجلد معاكي. لا، انا عايزه اهرسها وهي سخنه، عشان ما احتاجش ان انا اهرسها في مصفى. ده الموضوع ده سهل مش صعب. طيب عشان اتاكد ان مفيش اي حته بطاطس كده صغيره مكلكعه او مش مستويه، بالشوكة كده، وهرسيها قطع قطع. سهلة وبسيطة. تمام. هنقسم بقى الكمية دي على نصين، او عايزة تعملي كمية كبيرة لوحدها وكمية متوسطة او صغيرة لوحدها زي ما انا عملت كده. تمام. هنشتغل كده في اول كمية هنعمل فيها ايه. هنعمل البطاطس الكوينز. سهلة. مش عايزة اقولك حاجة كده خطيرة خطيرة خطيرة. الولاد هيعشقوها بصراحة، من اول واحدة لغاية اخر واحدة بتقرمش. هنسيب بقى البطاطس التانية كده، هنركنها على جنب لغاية لما نستخدمها في الوصفة التانية. اول وصفة قلنا البطاطس الكوينز او الشيبسي، الميني شيبسي، احنا هنقول عليها ميني شيبسي عشان نعرف ننطقها يا بنات. خلاص. معانا كمية البطاطس معلقتين كبار من النشا، معلقتين هرميين، نص معلقة من البيكنج باودر او الكيك شيف، معلقة بقى من السر بتاعي البهارات اللي انا عملتها معاكم. انا هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. لازم لازم تعملوا البهارات دي، انا بضيفها في كل حاجة. بطاطس، فراخ، اي حاجة بضيفها عليها بتنقل الطعم. بصوا لحته رابعه، مش لحته تانية، لا لحته رابعه. حاجه كده خطيره. انا ضفت علشان ما انساش بس ربع معلقه من الملح. ما تنسوش ان البهارات اللي انا عملتها عليها ملح يا بنات. خلاص. هنفضل كده نقلب 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 لغايه لما نتاكد ان لون البطاطس اتغير من البهارات بتاعتنا. ريحتها خرافة خطيرة، مش عايزة اقول لكم. بمعلقة صغيرة كده علشان يبقى زي الميزان. احنا مش هنحتاج ميزان طبعا وايدينا ميزان، بس علشان المعلقة لما نيجي ناخد منها او نغرف منها يبقى كل الكوينز قد بعضها. هنعملها كده كرة بايدينا، ونعملها نبططها بتبطيطة صغيرة. كأن يعني بصوا هي بالظبط زي الجنيه. انا على نار عالية. هضيف زيت في طاسة. زيت كتير مش زيت صغير، كأنك بتحمري أي حاجة. وهضيف واحدة علشان اختبرها. البطاطس يا بنات أنواع كتيرة جدا، ما تفتكروش إن البطاطس نوع واحد، لا البطاطس أنواع كتيرة. في للتحمير، في للطبخ، في للشوية. يعني حاجات متعددة. فأنا مش ضامنة البطاطس اللي عندي، فلازم أختبر واحدة. زي ما انتم شايفين كده طلعت ممتازة. يلا بقى نشتغل في اللي بعدها. البطاطس لو عندك فكت، اول واحده لو فكت منك هتضيفي عليها نص معلقه من النشا. تمام. نص معلقه من النشا عشان ايه ما نتوهش من بعض يا بنات. لو طلعت معاكي ناشفه شويه ما فيهاش اي مشكله، كده ناجحه. ما تخافيش خالص. زي ما انت شايفه كده البطاطس نزلت نفشت كده لوحدها وهتخرج. هنصفيها في مصفى.
بلاش يا بنات يعني ايه تحطوها على مناديل مطبخ علشان هتبقى طريه، مش هتبقى مقرمشه. يعني انا عايزه من اول واحده لاخر واحده تبقى مقرمشه. اولا هتصفي الزيت في المصفى، المصفى هتدخل فيها هواء يخليها تقرمش اكتر. تمام. انما المناديل والطباق هتخليها تاخد رطوبه وتبقى طريه كانك بتاكلي يعني ايه، حاجه كده زي الطعميه لما تحطيها في طبق او عليها مناديل، حاجه كده. احنا لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الكميه كلها تبقى مقرمشه. انا كان نفسي بس تسمعوا صوت القرمشه، حاجه كده عظمه عظمه عظمه، وطعمها خطير. البهارات خلت البطاطس في حته رابعه زي ما قلت لكم، يمكن في حته 18 كمان. انا عايزاكم بس تجربوا البهارات دي، اعملوا بطرمان كده. بصوا طول ما انتوا بتشتغلوا في المطبخ هتطلعوا منها معلقه، طول ما انتوا بتشتغلوا طلعوا منها معلقه. وخطيره بقى في بطاطس التحمير، انا اخدتها من قصرها وحطيتها على البطاطس المسلوقه. شايفين اخدت شكل الكوينز او الجنيه بتاعنا، الجنيه المصري. علشان بس في ناس مش يعني ايه مش واخده بالها من الكلام شويه. تمام. هنطلعها بقى على مصفى زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها شويه. والله يا بنات القرمشه خطيره، هتعشقوها. والولاد كمان استحاله يشتروا شيبسي من بره، دي بدل الشيبسي. عايزه تعمليها باي شكل يريحك براحتك. مش عارفه تعمليها كده زي ما انا عملتها. انا عملتها وحطيتها على صينيه، ويعني نزلتها واحده واحده كده في الزيت علشان ايه اعملها برواقه. طيب نيجي بقى للوصفه التانية. انا معايا كميه البطاطس، معايا معلقتين من الشطه المهروسه، الشطه الحمراء، قطعت قرنين فلفل اخضر عادي مش حار. لو انت مش عايزه الفلفل الشطه الحر الاحمر استغنى عنه خالص. معايا معلقتين من الزيتون الاخضر والاسود يا بنات، شويه من الجبنه الموتزاريلا، ودي اضافه لو حابه تضيفي مثلا بشر جبنه رومي، او حابه تضيفي شيدر، او حابه تضيفي حتى جبنه مثلثات، ليكي حريه الاختيار. بس ابعدي عن الجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي هتسيح البطاطس، مش هيبقى ليها اي طعم. لكن احنا عايزين القوام متماسك. هنفضل نقلب كويس جدا الخضر اللي احنا ضفناه والجبنه لغايه لما يتجانسوا مع بعض. بعد كده هنضيف البهارات. ما تضيفيش البهارات الاول وهقول لك ليه. تعالوا معانا بس واحده واحده كده. انا ضفت بهارات اللي انا عملتها معاكم، اللي انا ضفتها قبل كده في البطاطس اللي قبل دي. البهارات اللي انا بقول لكم ما بستغناش عنها خالص. معلقه صغيره، نص معلقه فلفل اسود صغيره، نص معلقه ملح صغيره، بس كده. طيب هتقولي لي ليه ما ضفناش البهارات من الاول؟ لو ضفنا البهارات من الاول والبطاطس مع الخضار، البهارات هتلزق في الخضار ومش هتخلي ريحة البطاطس او طعم البطاطس ليها نكهة. تمام. فاحنا عايزين نقلب كل حاجة كده وبعد كده نضيف البهارات. خلاص. ناس كتيرة سألتني عن المعلقة دي. المعلقة دي يا بنات مش معلقة ايس كريم، عشان تكونوا عارفين دي معلقة شوربة. الطقم ده عندي من زمان، يعني من سنين طويلة يعني. بس انا عارفه ان انتوا سالتوا على المعلقه فقلت اجاوبكم. يعني في واحده قالت لي المعالق دي انت بتجيبيها منين؟ هي عندي من سنين طويله، فانا ما اعرفش بصراحه هي لسه بتتباع ولا لا. طاسه بقى على النار. احنا كده عملنا ايه؟ اخدنا بالمعلقه زي ما عملنا في البطاطس الكوينز، هنعمل بقى في برجر البطاطس. برجر البطاطس اخدنا بالمعلقه وكورناه كده وعملناه زي البرجر بس صغير، من غير اي ادوات او ماكينه او اي حاجه، هنشتغل بايدينا على نار متوسطة زي ما انتم شايفين كده. شوية زيت وعملناها زي القرص صغيرة كده، وثلاث دقايق وتقلبيها. حاجة كده عظمة، مفيش أجمل من كده ولا أطعم من كده. طعمها جميل جدا وهتعجبكم جدا جدا يا بنات. يا ريت تجربوها ويا ريت تقولوا لي رأيكم فيها. وكمان عايزاكم تطبقوا البطاطس بتاعت النهاردة. وجبات اقتصادية والبطاطس موجودة في كل بيت، بس احنا دايما بنحتار هنعملها ازاي وبشكل ايه. لا دي بقى هتعتمديها طول الصيف.